بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، انتظمت صباح اليوم مسيرة جابت شوارع المدينة للتنديد بما تعرض له أول أمس المقر المركزي للمنظمة الشغيلة بالعاصمة. رمزي أفضال واكب المسيرة. الاتحاد هو حامي أهداف الثورة، الاتحاد لن يركع، كانت هذه أهم الشعارات التي رفعت اليوم داخل مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. السيد محمد الصغير ميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل يفيد: الإضراب العام اليوم هو من أجل الدفاع على الاتحاد، من أجل التنديد بالعنف، من أجل الاحتجاج على ما حصل في بطحاء محمد علي في يوم ذكرى اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد. نحن نعبر بطريقتنا السلمية ونبين أننا دعاة حوار ولسنا دعاة عنف. رسالة إلى القائمين على هذه الدولة أن يتفهموا هذا الأمر ويحاكموا كل من تسبب في الهجوم على الاتحاد. هذا وقد انتظمت صباح اليوم مسيرة سلمية انطلقت من مقر الاتحاد جابت شوارع مدينة قفصة. بعض المشاركين يتحدثون: نعلن نجاح الإضراب ونعلن أيضا نجاح المسيرة التي جابت شوارع مدينة قفصة بتنظيم محكم. أنجزت هذه المسيرة ولم تخضع للاستفزازات. إن شاء الله ديما اتحاد الشغل حر، وإن شاء الله الشعب التونسي ديما حر، باعتبار للاتحاد ورد اعتبار للشهيد فرحات حشاد. رغم استجابة أغلب المؤسسات العمومية لهذا الإضراب، فإن أهالي جهة قفصة انقسموا بين مؤيد لمشروعيته ورافض لحياد الاتحاد عن أهدافه النقابية. رمزي أفضال، الإذاعة الجهوية بقفصة. إذن دخلت ولاية قفصة اليوم في إضراب عام تم خلاله غلق أغلبية المرافق العمومية، الأمر الذي أثار استياء عدد من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم. رؤوف جباري رصد آراء عدد من هؤلاء المواطنين. دخلت اليوم ولاية قفصة في إضراب عام دعا له الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة شامل كافة القطاعات. مصدح الأخبار بإذاعة قفصة رصد آراء عدد من المواطنين فيما يخص مشروعية هذا الإضراب. ضد من يعمل إضرابات، خاطر الإضراب هذا يسقط ميزانية الدولة ويوقع تشنج تاع أعصاب بين العمال. إذا كان وقع أخطار عدة أطراف سياسية ما كانش رد الفعل يكون بالطريقة هذه، كان يكون مدروس خاصة الوضع ما يتحملش. الناس مش واعية بصراحة، شوف فيها خاصة السياسيين تاعها مش واعيين، الناس كلها تشكل مصالحات بما فيها الجهات اللي كانت محرومة لمدة 50 سنة. صحيح المطالب تاعها تكون مشروعة ولكن مش مطالب آنية، هذه المشكلة. الناس كلها تحب تو الحكمة هي الضرورية في الوقت الظاهر من الأطراف الكل. الناس كلها ضد العنف من الطرف هذا ولا من الطرف الآخر. ابقى المعالجه نتاع العنف ونتيجته ما تعالجش بالطريقه هذه، ما تعالجش بشل الحركه الاقتصاديه في الجهات 100% ضد الاضراب العام. اذا كان سوء التفاهم هذايا بين الترويكا وبين الاتحاد ما يوقعش حله بطبيعه الحال باش يوقع تأزم كبير ياسر. رغم تباين آراء الشارع في الجهة إلا أنها تجمع على حساسية المرحلة سواء على المستوى الجهوي أو الوطني. رؤوف جباري، الإذاعة الجهوية بقفصة.